ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هتكلم عن انواع الفرش المختلفه. هتكلم في الفيديو ده عن فرش الوش بس، وفي فيديو تاني هتكلم عن فرش العيون. يلا اول حاجه نبدا بفرش الفاونديشن. فرش الفاونديشن ليها اشكال كتير جدا. اول شكل لفرشه الفاونديشن الفلات اللي هو التقليدي واللي كلنا عارفينه، بيبقى مبطط و الفايبرز او الشعر اللي فيه مش كتير. ميزه الفرشه دي ان هي بتدي تغطيه عاليه جدا للفاونديشن علشان خاطر الشعر اللي فيها قليل، فمش بتمتص البرودكت قوي زي غيرها. بس عيبها ان هي بتخطط جدا، فلازم بعد ما بتستخدميها بتعيدي وراها بالبيوت بلندر. او فرشه هتكلم عنها الانجلد براش او الفرشه اللي ليها زاويه زي كده. ميزه الفرشه دي ان هي بتفرد الفاونديشن بشكل حلو جدا من غير ما تخطط، ناعمه جدا على البشره. مش ضروري انك تعيدي وراها بالبيوتي بلندر زي الفرشه الفلات. حتى لو بتخطط حاجه قليله جدا، بس عيبها ان هي بتمتص البرودكت شويه، فمش بتدي تغطيه عاليه، بتدي تغطيه متوسطه. ثالث نوع هتكلم عنه البافنج براش. البافنج براش فيه نوع اللي ليه شكلين. في الشكل ده اللي هو قصير شويه كده، وفي الشكل اللي هو اطول شويه. ميزه البافنج براش دي المفروض ان هي بتعبي المكان وبتعبي الخطوط اللي في الوش بالبرودكت اللي انت بتستخدميه، فبتخلي الوش شكله سموز من بره. بعكس الفرش الثانيه انت بتستخدميها بطريقه الفرد، يعني بتفردي الفاونديشن او البرودكت بالطريقه دي على وشك، انما دي بتحركيها حركات دائريه على البشره، هي بتدي تغطيه من خفيف على الوسط. فلو انت عايزه لوك ناتشرال استخدميها. اخر نوع معايا اللي هي كيس براش دي في منها براندات وبراندات غاليه جدا. انا دي جايباها لوحدها ومش ماركه ولا اي حاجه، هي جايباها لوحدها كده 35 جنيه. في منها بتبقى في مجموعه كامله، بس المجموعه بتبقى 270 ب 180 حاجات كده، اسعار ما تعرفيش مناسبه ايه، وهي مش ماركه ولا اي حاجه. فلو هتجيبيها يبقى جيبيها لوحدها احسن، هي كويسه لوحدها بالنسبه لفرشه فاونديشن. باقي الفرش اللي في المجموعه مش هتستفادي بيها قوي. ميزه الفرشه دي ان هي بتدي الشكل البيرفكت لشخص عايز نو ميك اب لوك. فلو انت كده يبقى بنصحك ان انت تجيبيها وتستخدميها، بتوزع بطريقه حلوه جدا، وبرده بطريقه السحب زي كده. في نوع مش معايا بس عايزه اقولك عليه، اللي هو بيبقى شبه الانجلد براش دي بس مش اخد زاويه، بيبقى مستوي كده. ده بيبقى اسمه كابوت براش، بيبقى فيه شبه قوي من الفرش دي، برضه بتوزعي بيه بنفس الطريقه كده وبعدين بحركات دائريه. تاني نوع فرش بقى عايزه اتكلم عنه اللي هو فرشه الباودر. فرشه الباودر لازم تكون كبيره وفلاف كده، عامله شبه القطط كده، وبتكون ناعمه والشعر بتاعها متفرق عن بعضه. ما ينفعش تستخدمي الباودر بالسبونج بتاعته، يعني ما تجيش تستخدمي الباودر بالسفنجه اللي بتبقى موجوده معايا دي، بلاش دي، ارميها، ملهاش عايزه تقريبا في استخدامك الباودر خالص. الباودر ليه الفرشه بتاعته، هي الفرشه الكبيره دي او الفرشه دي تحفه يعني ما شاء الله. بصراحه انا يعني مبسوطه ان انا جايباها من زمان، جبتها ب 35 جنيه. بعد كده فرشه البلاشر دي شكل الفرشه النموذجيه او الشكل النموذجي لفرشه البلاشر. شايفين فرق الحجم بس بين فرشه البلاشر وفرشه الباودر. لازم تكون كبيره شويه علشان خاطر توزعي بيها على الابل تشيك بشكل كويس، وتعمل لك بلندنج البلاشر بشكل كويس. فجيبي فرشه بلاشر كويسه بالمره علشان ما تخليش شكلك عامل زي الاراجوز. لو ما وزعتيش او ما عملتيش البلاشر دمجتيه بشكل كويس هيبقى شكله فظيع سيء جدا. فخليكي جيبي فرشه كويسه بالمره. بعد كده الكونتور. فرشه الكونتور الكريمي بيبقى شكلها عامل زي كده، بتبقى مبططه شويه كده ومستويه، فبتسهل عليك ان انت تحطي الكونتور. مش بتعملي بيها بلندنج، انت بتحطي بيها بس الكونتور وبعدين بتوزعيه بفرشه البافنج براش دي اللي اتكلمت عنها من شويه. طب افرض مش معاكي الفرشه دي، هتعملي ايه؟ عادي بتستخدمي فرشه صغيره زي كده، زي اللي هي فرشه الكونسيلر دي، بتحطي خطين جنب بعض بدل خط واحد. يعني الثانيه الفرق ان انت كنت هتاخدي مره واحده هتحطي خط واحد، دي هتحطي خطين جنب بعض علشان يبقى بنفس العرض، وبتعملي دمج بفرشه البافنج او بزيت بلندر اللي هي السبونج. يعني اخر فرشه عايزه اتكلم عنها فرشه الفاني براش بتاعت الهايلايتر. دي بتحطي بيها هايلايتر على عظمه الخد، على جسر الانف، فوق الشفايف. الفاني براش بيبقى ليها احجام، في اللي بتبقى الرفيعه دي بيقولوا عليها الديتيل فرشه التفاصيل، وفي اللي بتبقى عريضه او اكبر شويه. ده كان كل كلامنا في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان يكون فيديو عجبكم. السلام عليكم.